السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض بودرة السحلب في البيت. كل اللي هيدوقها مش هيفرقها عن الجاهزة بتاعت أكبر الشركات. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نشوف هنعمل مع بعض السحلب ازاي. بسم الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا. وهنا معايا كوبايتين من النشا، هحط عليهم نص كوباية من الكريم شانتيه أو كيس كريم شانتيه من السوبر ماركت اللي هو بيكون الجاهز المعلب ده، هنحط كيس. ومعايا كمان نص كوباية من الحليب البودر. الكريم شانتيه والحليب البودر بيديهم طعم كريمي كده وحلو قوي. بعد كده هننزل عليهم بكيس من الفانيليا، ومعايا كمان نص كوبايه من السمسم المتحمص. والمكسرات بقى معايا هنا سوداني، جوز هند، زبيب، مكسرات اللي موجوده عندك زي ما يكون موجود. ممكن نضيفها على بودره السحلب كده ونقلبها فيها كلها، وممكن نخليها بره نحطها على الكوبايات بعد ما نحضرها. السر بقى بتاع بودره السحلب بتاعه الشركات هو الكيس اللي في ايدي ده يا جماعه. معايا هنا طعم جوز الهند او بودره جوز الهند، دي موجوده عند العطار. الكميه دي كلها جايباها ب10 جنيه. بصوا هي بيكون شكلها الشكل ده كده. هحط نص معلقه صغيره من بودره جوز الهند او طعم جوز الهند، موجود عند العطار ومتوفر جدا. ما تكتريش عشان هو بيكون فيه مراره زي الفانيليا كده، فما نحطش اكتر حاجه ممكن نحطها على المقدار ده، معلقه الا ربع من معلقه صغيره. بعد كده هنقلب كل المقادير اللي معانا دي كويس جدا علشان نخلطهم كويس في بعض. بعد ما قلبناهم بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. عندنا بودره السحلب جاهزه زي بتاعه اكبر الشركات، طعمها خرافي، طعمها يجنن يا جماعه. تعالوا بقى كده ما نعمل شويه سحلب بيدفونا في الشتاء ده، ونشوف هنعملهم مع بعض ازاي. معايا هنا كده كوبايتين من الحليب، هحط عليهم كوبايتين من الميه علشان انا حاطه فيه كريم شانتيه وحاطه فيه لبن بودر، فحطيت ميه وحليب. لو انت عايزه تعمليه بالحليب خالص مفيش مشكله. الاربع كوبايات دول هضيف لهم من معلقتين ونص ل3 معالق كبار مليانين من بودره السحلب اللي احنا عملناها مع بعض، على حسب بقى انتوا عايزينه تقيل خفيف، انا بحبه متوسط. وبعد كده هحط 4 معالق من السكر وهقلبهم. طبعا السكر حسب الرغبه، لو عايزين تزودوا عن كده مفيش مشكله. هنقلبهم كده على البارد، وهرفعهم على النار لحد ما قوامهم يتقل ويبداوا يغلوا غلوتين 3 كده كده تمام. بعد ما السحلب بتاعنا غلي على النار وغليته غلوتين 3 عشان طبعا طعم النشا ما يبقاش باين فيه. انا بحب القوام بتاعه بيكون متوسط كده، مش خفيف قوي ولا تقيل. تعالوا بقى نصب في الكوبايات. تحفه يا جماعه، طعمه يجنن. كل اللي هيجربه مش هيفكر يشتري من بره بودره السحلب دي ابدا. وبعد ما نصبه هنحط على وشه كده المكسرات وجوز الهند والزبيب. طبعا انتوا زي ما قلت لكم لو عايزين تقلبوه فيها كلها مفيش مشكله. وبقى معانا احلى شويه سحلب بيدفونا في الشتاء، وحاجه كده تحفه. جربوه في البيت مش هتشتروه تاني. الفيديو بتاعنا خلاص خلص. اللي عجبته الوصفه يعمل لي لايك، مستنياكم تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم فيه. واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.